اخوان السلام عليكم ومرحبا بكم ومبروك علينا التأهل للدومي فينال. شنو نقول لكم الاخوان، بصراحه والله ما متيق راسي باقي لحد الان ما مستوعبش هذه القضيه هذه، ولكن الحمد لله دابا نقدروا نطمعوا في الفينال، نطمعوا نقولوا المغربي يدي كاس العالم ونجبوا ونخرجوا عينين. المهم الاخوان، قبل كاس العالم ناضوا بزاف الناس كيشوشوا على الركراكي وكانوا على النصيري، وكانوا كيقولوا انه ماشي لعايبي ما خصوش يمشي وهادي. وكنا شفنا داك التصريح ديال الركراكي اللي كان قال لهم النصيري غادي يكون احب من احب وكره من كره. المهم غادي نعطيكم بعض المقتطفات الناس اللي كانوا كيشوشوا عليهم، والرد ديال وليد الركراكي وديال يوسف النصيري من بعد المباراه ديال البرتغال، بعد ما تاهلوا للنصف النهائي، كيفاش ردوا على هاد الناس هادو. نسمعوا داك الناس اشنو قالوا، ومن بعد نشوفوا الرد ديال وليد الركراكي، ومن بعده النصيري. وأخيرا سقط القناع عن القناع، انكشفت اللعبة، انكشف المستور. العالم كله وقف هذا اليوم عند فضيحة مدوية، أو كما يقول إخواننا المصريون فضيحة بلا الحكل. اليوم تأكد بشكل لا يدع مجال للشك بأن الأماكن في المنتخب المغربي محجوزة لفئة معينة من اللاعبين. وليد اليوم قال يوسف نصيري سيكون في المونديال 100%، سواء سجل مع اشبيليا أو لم يسجل، لأنه ابني. لا يمكن في العالم أن يأتي مدرب ويقول أنا سأختار لاعب سواء سجل أم لم يسجل، ومهمته هو أن يسجل. بمعنى آخر، بقي فقط أن يقول لنا السيد وليد الركراكي بأن يوسف نصيري سيكون معنا في المونديال مهما كان مستواه وكيفما كانت حالته. وهذا أمر خطير جدا. هذا يعني شيء واحد، أن الأماكن موزعة داخل المنتخب. لا يمكن اليوم أن يقنعنا أحد أنه يمكن أن يأخذ لاعبا لا تتوفر فيه شروط التنافسية وشروط الاستعداد التام وشروط الجاهزية المطلقة ويذهب به إلى كأس العالم. هل سمعت بهداف لا يسجل مع ناديه، أكثر من ذلك يشترك قليلا ثم يذهب إلى كأس العالم في مسابقة راقية أعلى مسابقات كرة القدم في العالم؟ لا النسيري ديما ثقت فيه. شوف، باش نكون قاصح مع المغاربه، عمري ما ديتها فيهم. علاش؟ الكره عندهم لا باسيون في الدم، هاك ديما كيهضروا في الخوا، كيبغيو يديروا شي حوايج اللي ماشي مزيانه في الصلاح ديال المنتخب. الولد اليوم اونكور ماركا كيتقاتل، عنده لو ستيل دو جو ديالو، ولد البلاد بحال اللي يقول تعاوننا. واليوم سبحان الله رد لي ديك الثقه اللي حطيت له، وحنا غاديين هكا. دابا خصنا نفكروا باش نريكوبيريو مزيان، باش ان شاء الله في دومي فينال نكونوا في المستوى ديالنا. عندي طلب نبوس هذا الراس قبل ما تمشي. لا الله يحفظك. هذا الراس. شكرا. أذكرك بالانتقادات التي طالتك قبل هذه البطولة. اليوم وترد في الملعب بهدف يؤهل المنتخب المغربي لأول مرة إلى نصف النهائي. الحمد لله، فرحان بهذا الهدف هذا، وفرحان بزاف بالخدمة اللي كنديروا في التيرانية. أول حاجة كنبغي نشكر الجماهير على هذه المساندة اللي ساندونا حتى لآخر دقيقة، لا اللي هنا لا اللي في المغرب. كنهديو لهم هذا الفوز هذا، وكنتمناو ان شاء الله الفوز في المباراة الجاية ان شاء الله. المغرب يسجل. ينصر دينك يا يوسف. هذيك راس لافوكا. تبارك الله عليكم. تحية لكم الإخوان، وعقبال الفينال إن شاء الله ونديو الكاس، والسلام عليكم.